صلي على الحبيب قلبك يطيب، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، ولو مش فارق معاك البس اللي لايق عليك. طب هما مين الناس دول؟ طبعا كلنا سالنا نفسنا ليه الناس دول ما كنتش انا منهم؟ يعني الموضه تبدا من هنا مثلا، ايجو عالي ده صح؟ امال مين الناس دول اللي بيلبسونا على مزاجهم؟ طب تعالوا نرجع لورا شويه ولا لا؟ خلينا نرجع ورا خالص. لو فاكر ان البناطيل الكارجو حاجه غريبه يبقى ده شيء طبيعي عشان ده الجيل بتاعك، ودي الموضه اللي معموله ليك انت. جرب كده تفتح دولاب الحاج هتقول له ايه ده؟ انت ازاي كنت بتلبس كده؟ لا والكارثه بقى لو انت بتدور في الدولاب ده وقع في وشك البوم صور، وشفت بقى صور خالك وخالتك وعمتك وعمك وبقيه العيله. ده انتوا العيله كلها كان ذوقها كده بقى، مع ان اللي مش عاجبك ده كانت اكتر صيحات الموضه وقتها، بس على الاقل كان شكلها حلو، مش حلو قوي يعني بس هدوم برضه. تعرف ان الانسان زمان كان بيلبس ورق الشجر وجلد الحيوانات بس عشان يدفي نفسه؟ جلود الحيوانات دي كانت اول جاكيت في التاريخ. ورق الشجر وقتها كان زي الفستان. طبعا انت دماغك مش قادره تتخيل اقول لك الصراحه ولا انا، بس وقتها الفكره ما وقفتش هنا. بدا بقى وقتها الانسان يفكر هو ليه ما بقاش مختلف؟ انا مش عايز البس زي ما كل الناس بتلبس. هنا بقى الموضه بدات تاخد اول خطوه في التاريخ. ولو اتكلمنا عن اي حاجه ليها تاريخ هتلاقي بدايتها جت من عند الفراعنه. الفراعنه كانوا اول ناس يفهموا معنى الستايل، مش اي لبس وخلاص يعني. كل تاج كل لون كان ليه معنى عندهم. حتى الكحل ما كانش بس للزينه، كان الهدف منه انه يحميهم من الشمس. لو الشاذلي كان ايام الفراعنه والتاج بايه 150 جنيه ما اعتقدش كان هيبقى ب 150 جنيه خالص. الحاجات دي كانت غاليه قوي. فهمنا من كده ان الفراعنه وقتها كانوا هم المؤثرين الحقيقيين قبل ما يبقى في بلوجر. بس لما وصلنا للعصور الوسطى الموضه بقت حرب وقتها. لو شفت واحد لابس جاكيت عليه 100 زرار غالبا بيقولوا انه غني، اغنى واحد في المكان. يعني انا وقتها كده كنت بقى مش لاقي. اما في القرن العشرين الموضه قالت وقتها ليه نمشي ورا القواعد؟ ما تيجي نتجنن ونخترع احنا قواعد جديده. فجاه الجينز اللي كان لبس عمال مناجم بقى قطعه اساسيه في دولاب اي حد، والفساتين الطويله تاخد من النصيب ونقصرها شويه كده احلى. دلوقتي الموضه بقت اكتر من مجرد هدوم، كل حاجه انت لابسها بتقول حاجه عنك. هو احنا ليه اصلا بنمشي ورا الموضه؟ هو لازم كلنا نلبس نفس الحاجه عشان يبقى شكلنا حلو او نحس ان احنا لابسين حلو؟ لو نزلت الزمالك مثلا وتمشيت فيها تلاقي كل مولت اوفر سايز، مفيش حد مميز. والموضه عمرها ما كانت قانون، المهم انك تلبس اللي يخليك مرتاح ويعبر عن شخصيتك. يعني لو كله لابس دلوقتي اللون البرجندي ليه وقتها بتحس ان انت عايزه تجيبي اي حاجه برجندي. عموما الموضه الحقيقيه مش اللي بيحددها المصممين او البلوجرز، الموضه الحقيقيه هي الحاجه اللي بتعجبك، عشان دي بتكون حاجه بتعبر عنك انت مش عن اي حد تاني. بس السؤال لو الموضه اللي انت بتلبسها هي اللي بتعبر عنك هتختار ايه؟ هتكون من الناس اللي بتحب الحاجات البيزك ولا اللي بتحب تلبس الانظار بحاجات مختلفه؟ نصيحه مني كل اللي يعجبك والبس برضه اللي يعجبك.